يا صباح الفل أو يا مساء الفل على حسب ما تدخل الفيديو بتاعي. يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هيبقى حلو جدا، هنعمل وصفة حلوة جدا كده مع بعض. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. طبعا ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتكتبوا لي كومنتات حلوة كتير. ولو اول مرة تدخلي عندي القناة يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس وتختاري الاشعار بالكل، وبكده اول ما هنزل الفيديو هيوصلك بيه اشعار على طول باذن الله. هنعمل النهارده كده وصفة حلوة للفراخ، وهنعمل الغدا مع بعض يعني، وهنشوف عملنا ايه. زي ما انتم شايفين كده جايبه شويه خضار بقى كده للزوم بقى التحابيش والسلطات والغدا بتاعنا الحلو ده ان شاء الله. وكمان كنت جايبه الفرخه بقى مسكتها قطعتها وغسلتها كويس وعملت لها محلول النقع اللي انتوا دايما متعودين ان انا بعمله معاكم، اللي هو عباره عن ملح وخل وليمون ودقيق. كمان لو عندك جنزبيل ممكن تحط كده شويه في الميه، برضو بيدي ريحه حلوه قوي للفراخ وللطيور عموما في النقع يعني. ما شاء الله كده زي ما انتم شايفينها خدت وقتها في النقع. طبعا هنصفيها وهنبدأ بقى نشوف هنعمل التتبيلة بتاعتنا ازاي. جبت بقى شوية خضار عبارة عن ايه، جبت فلفل رومي اخضر عشان طبعا هحتاجه في التتبيلة، وخيار بقى لزوم السلطة، وكمان جبت البتنجانية الرومي الكبيرة دي هشويها برضو كده ونعمل سلطة بابا غنوج. وجبت كيس الطحينة ده طبعا علشان خاطر نعمل سلطة الطحينة ونحط برضو في البابا غنوج. بس حاجات بسيطة جدا. حبيت بس ان انا اشارك معاكم بقى الغدا بتاعي النهارده، للناس بقى اللي هي بتحتار نعمل غدا ايه النهارده، وكل يوم بقى بنقعد نفكر. فتعال نشوف بقى التتبيله بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. معايا بصل طبعا وطماطم والفلفل، ومعايا كده ليمونه، ومعايا كمان اللي هي صلصه الفلفل الاحمر ده وهرسه الفلفل والثوم، وكمان جزر مبشور طبعا متفرز كده من الشتا. برضو الجزر حلو قوي، بيخلي الفراخ كده مسكرة وحلوة، بتديها طعم جميل. التوابل بتاعتي فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة، 7 بهارات تشكيلة اللي هي بهارات الفراخ اللي بتبقى موجودة عند اي عطار، وتوم باودر وبصل باودر، حط بابريكا، حط اي حاجة، اي تتبيلة هتحطيها في الوصفة دي هتكون جميلة جدا. وطبعا معايا الخل، برضو هحتاج حوالي معلقة كبيرة من الخل. جبت الكبة بقى بتاعتي الجميلة دي، وهنبدأ بقى نفرم كل الكلام ده علشان نعمل بقى خلطة حلوة. انا عايزة بقى النهاردة التتبيلة او البصل او الفلفل، الحاجة اللي انا ضايفاها في التتبيلة تكون باينة، علشان طبعا تبقى زي غاموس كده ناكلها مع الفراخ. لو انا مثلا هعملها مشوية على الفحم او على الشواية، بضرب الكلام ده كله بشوية مية في الخلاط، بتبقى التتبيلة معايا سايلة. لكن انا عايزة التتبيلة كده تكون واضحة. كمان لو قطعتيها على بايديكي يعني كده بدون الكبة يكون افضل برضو. هيبقى البصل كده بحاله مش مفروم ناعم، فهيدي طعم حلو قوي. بس كل حاجة على بعضها كده في قلب الكبة واديله. طبعا بقى هنا لو وصلت معايا في الفيديو المقطع ده ونسيت تحطي لي لايك، بالله عليكي لايك بس بسيط كده، واكتبي لنا كومنتات برضو اكتر من كومنت عشان كل ده هيفيد الفيديو بتاعنا. إيه زي ما شفتوا كده فرمت بقى كل حاجة في الكبة، وهحط دلوقتي التوم، وكمان معلقة الفلفل الأحمر ده، ومعلقة كده كبيرة من الخل، وكل التوابل بقى الحلوة الجميلة اللي عندنا دي. وكمان هعصر الليمونه، اعصر ليمونه كامله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. تتبيله تحفه تحفه تحفه. طبعا دي بقى مع الفراخ كده لما تستوي تغمسي بيها بقى جميله جدا. وكمان بقى حطيت الملح بتاعي. هنمسك كل الكلام بقى ده ندعكه كده مع بعض، وحطيت كمان معلقه زيت. لو عندك كمان شويه لبن رايب كده تحطي مثلا حوالي نص كوبايه ولا ربع كوبايه، معلقتين زبادي. كل ده هيخلي الفراخ معاكي طريه وحلوه جدا. همسك بقى الفراخ بتاعتي دي كلها ادعكها بقى من بره ومن جوه، وكمان انا وانا بقطعها عملت كده فتحات فيها، احشي بقى الفتحات دي بحيث بقى لما نيجي ناكل الفراخ تبقى التتبيله واصله لكل حته. انا عايزه اقول لكم ان طريقه الفراخ دي مهما نعمل فراخ مشويه ومهما نعمل فراخ متبله، بصراحه صينيه الفراخ دي لا يعلى عليها. بنعملها دايما عندنا في العزومات في المناسبات، طعمها مميز جدا وبتبقى احلى من اي طريقه تانية. والفراخ كده بتبقى بخيرها ما بتنشفش بصراحه، بتبقى طعمها حلو قوي. مسكت بقى التتبيلة بتاعتي كده، خليتها تتغلغل بقى في الفراخ من كل ناحية. ما شاء الله ما شاء الله حلوة قوي ريحتها اصلا وانتي بتشتغلي فيها كده. ريحتها حلوه. عارفه لو البصله بس كده هتدعكيها بشويه فلفل اسمر وشويه كمون وخلاص، ما تحطيش اي حاجه تانية، برضه طعمها هيبقى تحفه. بس انا كده جهزتها، سيبها بقى تتبل مثلا ساعتين 3 على حسب الوقت اللي معاكي، بس مش اقل من ساعتين. كل ما قعدت في التتبيله كل ما هيكون طعمها احلى.
ولحمها كمان هيستوي بسرعه. زي ما انتم شايفين كده الميه اللي نزلت منها دي انا ما حطيتش ولا نقطه ميه، كل ده الميه بتاعه الخضار على ما اتبلت. كانت نزلت كل الميه اللي انتم شايفينها دي. هولع عليها كده في الاول على نار عاليه، وبعد كده هاخلّي النار بقى أهدّيها علشان تستوي براحتها. ممكن كمان تسويها في الفرن ما فيش أي مشكلة خالص. وعلى العين التانية بقى حطيت البتنجانية بتاعتي كده مع قرن فلفل علشان خاطر نشويها كمان، لو الفلفل ده فلفل أحمر هيبقى كمان طعمه حلو أوي، بيدّي تسكيرة حلوة كده للبابا غنوج. طبعًا بتتشوي بسرعة، بتمسكيها كده تقلّبيها على كل الجناب، ما فيش يعني أقل من ربع ساعة وبتكون مستوية، ولو البتنجان أصغر من كده كمان 5 دقايق بالضبط عليها بتكون واخدة ريحة الشوي وبتكون مستوية وحلوة زي الفل. كمان كان عندي حزمة الخس دي كنت جايباها من اليوم اللي قبله. وعشان كنت عارفة بقى إن أنا هاعمل صينية الفراخ دي، فقُلت أسيبها كده إيه، نعملها على السلطة، نغمّس بيها كده مع الفراخ، حلوة أوي. طبعًا الخس لسه طالع بشاير كده، فلسه مش في أحسن حالاته يعني. إحنا عارفين طبعًا لمّا المطرة بقى بتنزل كل الخضار بقى سبحان الله بتاع الشتا ده بتلاقيه بقى ما شاء الله، سواء بقى كرنب، خس، سبانخ، الحاجات الحلوة اللي بنستناها من الشتا للشتا ده. وبرده كده بدأ اللفت يظهر كده في السوق، بس أنا بصراحة لسه ما اشتريتوش. بشاير الشتا كده ما شاء الله هلِّت علينا بجد. على قد ما يعني الشتا بنتضايق بقى من البرد ومن التكتكة ومن الهدوم الكتير اللي بنكون لابسينها، على قد ما سبحان الله فصل الشتا ده بيبقى مليان خير ربنا من جميع كل حاجة، سواء فاكهة سواء خضار. ويعني في الشتا ما بنتعبش مثلًا في حتة إحنا هنتغدى إيه النهارده، أمّا في الصيف بيبقى حيرة بصراحة. نقعت طبعًا الخس معايا كده، وبعد ما نقعته شوية حوالي مثلًا ربع ساعة، هامسكه ورقة، ورقة بقى كده تحت المَيّة الجارية كده في الحنفية. أشطفه كويس جدًا من برّه ومن جوّه برضه، ضروري جدًا في الخس بالذات إنِّك تغسليه حلو أوي، علشان كده بيبقى في ساعات يعني طينة كده مستخبية أو حاجات مش نضيفة ما بين الطبقات كده بتاعة ورق الخس. طبعًا غسلتها كويس كده وهاحطها بقى هنا كده في المصفى دي تتصفى. الفراخ بتاعتي بتستوي وكمان البتنجانة والفلفلاية اللي أنا حطيتهم يتشووا كانوا خلاص استووا يعني. فعلى جنب كده هنحضّر بقى سلطة الطحينة، عملناها كتير مع بعض. قُلت برضه إيه لو حد مثلًا بيدخل معانا الفيديو لأول مرّة يشوف طريقتي فيها. باحط ملح، فلفل أسمر، كمون، شطة، رشة بسيطة كده من الكزبرة الناشفة، عصير نُص ليمونة، ومعلقة من الخل، ومعلقة كده من الزيت، وهاضرب ده كلّه. وطبعًا عشان نزوّد كميتها باضرب معاها كده نُص رغيف كده مبلول، رغيف يعني عيش شامي كده أو عيش أبيض وممكن عيش فينو كمان. طبعًا كل ده بقى هنضربه في الكبة، وبكده خلاص بقى يبقى معانا أحلى سلطة طحينة، ما شاء الله كده قوامها تقيل وطعمها زي العسل. بتدّيني كمان كمية حلوة، لإن كيس الطحينة ده تقريبًا كميته حوالي مثلًا هنقول معلقتين كده من الطحينة. بس ما شاء الله عملوا معايا بقى الكمية دي حلوة جدًا، جدًا. كمان هاخد منها بقى علشان خاطر سلطة البتنجان أو سلطة بابا غنوج. أنا بصراحة يا جماعة بجد يعني بمناسبة بابا غنوج، أنا ولادي سألوني امبارح بيقولوا لي: "هو ليه الاسم ده يا ماما، اشمعنى اسمها كده؟" قُلت لهم: "بصراحة ما عنديش فكرة والله، فلو حد يعرف بقى ليه ساميين بقى البابا غنوج بالاسم ده قولوا لنا برضه كده في الكومنتات يعني، ممكن نستفيد يعني لو حد عنده معلومة." على الوش كده بقى حطيت رشة شبت كده مفروم، برضه الشبت على فكرة في سلطة الطحينة ممكن تفرميه معاها. لو مثلًا هتاكليها جنب سمك كده بيدّي لها نكهة مميزة جدًا، بس طبعًا عشان خاطر إحنا هناكلها مثلًا جنب فراخ، جنب كفتة، ما باحطش شبت. حطيت بس كده على الوش. وهنا بقى البتنجانية بتاعتي كانت لسه سخنة، سِبتها تهدى شوية كده بعد ما استوت وطفيت عليها، وهابدأ إن أنا أقشّرها. ممكن كمان تحطيها مثلًا أول ما تطفي عليها كده تحطيها مثلًا في كيس من أكياس التفريز ده أو أكياس التلاجة، بحيث إن هي مثلًا تعرق كده والبخار بتاعها يسهّل التقشير. بس هي طالما أنتِ هتقشّريها وهي لسه سخنة قبل ما تبرد، هتتقشّر معاكِ بمنتهى السهولة زي ما شُفتوا معايا كده، ولا حطيتها في كيس ولا أي حاجة. طبعًا بيتبقي بواقي كده مثلًا ما بتتقشّرش أوي، البواقي دي أصلًا هي اللي بتدّيها نكهة التدخين كده بتخلّي طعمها حلو أوي. قطّعت بقى البتنجانية بتاعتي بعد ما قشّرتها هي وقرن الفلفل، وضِفت عليهم بقى حوالي فصّين من التوم، ومعلقة الهريسة دي، ونُص ليمونة، ومعلقة خل. لو مش عايزة لونها يبقى مايل للون الأحمر دي وعايزاها تفضل محتفظة بلونها الأبيض، ما تضيفيش معلقة الهريسة دي. حطيت كمان كده حاجة بسيطة أوي، أوي، عود كزبرة على عود شبت زي ما شُفتوا كده. وهنفرم بقى كل ده في الكبة بتاعتنا، بس بادّي لهم تقليبة كده الأول قبل ما نفرمه. وخلاص عايزة أقول لكم بقى سلطة البابا غنوج من الحاجات اللي هي تبقى حلوة أوي، اللي أنتِ مثلًا لو عملتيها وشيلتيها كده في علبة تلاجة على الرف كده في تلاجتِك، وتبدئي إن أنتِ مثلًا على فطار، على عشا، تغمسي منها كده وتحطّها زي طبق جانبي كده مع الأكل،
حلوة أوي، من الحاجات اللي هي موفّرة جدًا، ولا بقى بنحط زيت ولا نقعد نقلي ولا أي حاجة، وكمان بتفتح النِفس، يعني مثلًا طبق فول، طبق طعمية، وجنبها طبق البابا غنوج ده، بيفتح النِفس جامد، وبتقعد معاكِ يعني على رف التلاجة مثلًا باليومين وبال3 مش بتغيّر ولا أي حاجة، طول ما هي محطوطة في علبة ومقفول عليها. حطيت بهاراتي بقى ملح، كمون، شطة، رشة بسيطة أوي كزبرة ناشفة، وبس خلاص. كده بقى سلطة البابا غنوج يعني جاهزة، وهنغرفها بس كده في أطباق التقديم وخلاص. طبعًا باحط بقى معلقة الطحينة دي أساسي، بتطعّمها، وكمان بتخلّي لون البتنجان يكون فاتح، وعلى الوش كده معلقة زيت بس كده تمام. هنقلّبها كويس جدًا، وهابدأ بقى إن أنا أغرفها، وبكده على فكرة يكون بقى الغدا بتاعي جاهز، على ما عملت سلطاتي وعملت حاجتي. كانت بقى الفراخ ما شاء الله استوت. بعد بقى ما بتستوي بتروحي مدخلاها بس تحت الشواية كده تاخد لون وخلاص. حلوة أوي بصراحة. شايفين بقى هي ما شاء الله هنا أهي. كانت احتاجت إن أنا أضيف لها مَيّة، فضفت لها حوالي ربع كوباية كده من المَيّة وهي بتستوي. بس خلاص بقى دخلتها كده تحت الشواية، خدت لون حلو أوي ما شاء الله. الفراخ ما شاء الله شايفين عاملة إزاي، حلوة أوي، دايبة كده ومستوية. والتتبيلة بقى البصل والكلام ده كله مخليها طرية، وطعمها حلو أوي. أحلى ما في الوصفة دي بقى إن مثلًا شغالة معاكِ في كل حاجة، هتاكليها بالعيش زي ما إحنا عملنا كده شغال، تاكليها مثلًا جنب رز بسمتي شغال، جنب رز أبيض، شوية رز بالشعرية كده، وتغمسي بقى بالصوص بقى وبالبصل والتتبيلة اللي إحنا عاملينها الحلوة دي. تعملي مثلًا شوية شوربة لسان عصفور جنبها، تبقى سفرة كاملة متكاملة. السلطات بتاعتنا بقى سلطة خضرا، وسلطة الطحينة، وبابا غنوج، وكمان عملت عصير جوافة كده نبلّع بيه جنب الأكل. ودي بقى التتبيلة اللي باقول لكم حلوة أوي، اللي أنتِ سهل بقى إن أنتِ تغمسي بيها زي ما قُلت لِك، حلوة ما شاء الله. بيبقى فيها بقى خلاصة الفراخ كده طعمة أوي بصراحة. فص الفراخ ما شاء الله طبعًا كانت سخنة مولعة مش قادرة أمسكها، دايب وطعمه حلو أوي. طبعًا أنا كده وصلت لآخر الفيديو، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وتكون وصفتنا كده سهلة وسريعة. لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو باشكركم كلكم طبعًا، ما تنسوش تحطوا لنا اللايك، ومع السلامة.